ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اسفة التأخير عليكم. والله كنت تعبانة جدا جدا يعني. فبتمنى منكم تدعوا لي في شهر رمضان الكريم المبارك دوت، تدعوا لي ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، ويشفيكم يا رب. ويشفي كل مريض، اللهم امين. النهارده ان شاء الله وانا قاعده كده قلت بقى ايه، جالي فكره. عندي شويه ايه، تحف كده، زجاجيه، وفي منها كريستال برضو. فانا صراحه عايزه احطهم في مكان واحد، يعني عايزه احط المجموعه دي كلها في مكان واحد. ايا كان، عايزه تحطيهم على السفره، على البوفيه بتاع السفره، على ترابيزه في ركن كده، براحتك يعني، حسب انتي ذوقك واختيارك للحاجه اللي هتحطيها فيها. ولكن انا حاسه لكل حاجه شكل، خلاص، او تقسيمه معينه، او شكل معين. فانا حبيت صراحه اجمعهم كلهم بشكل واحد، بحيث ان انا لو حطيتهم في مكان واحد يبقوا تحس كده ان هم طقم او ماشيين مع بعض او كلام من ده. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي الاول جبت شويه حاجات، انا قلت لكم قبل كده عن عن الحاجات ديت بتتباع في محلات الديكور وكده. يعني زي فصوص كده ديكورية بتتحط حوالين الحاجة اللي انت عايزاها. طبعا الورد ده كلنا عارفينه، الورد المجفف. وده برضو ورد مجفف بس الوان، ده لون احمر، بس ده الوان اخضر واصفر وبنفسجي، كذا لون. وهنا عندي حجارة، جبت منها الاسود. خلاص، الحجارة دي برضو بتتباع في محلات الديكور. طبعا ده استراس، بس الاستراس ده بقى هو للاسف غالي جدا. يعني انا جايبه القطعه دي بس هي ربع متر ب50 جنيه. خلاص. مش عارفه بقى، لان انا صراحه ما اعرفش الاسعار، هل اتضحك عليا ولا هو ده فعلا سعرها. لان هو ده قال لي استراس ده غير اي استراس تاني، لان ده بتاع العبايات والحاجات ديت، وهو بيتكوي يعني، بتحط كده في الحاجه وبتتلزق وبيتكوي. بس انا خالص مش جايباه لحاجه زي كده، انا جايباه ازين بيه الحاجات بتاعتي، بحيث يبقى عندي شكل متكامل متناسق مع بعض. خلاص. ديت بصي، انت لو عايزه اي حاجه يعني، انت اي حاجه تقدري تجمعي بيها الشكل، يعني مش شرط الاستراس الغالي ده، ممكن تجيبي اي استراس تاني شكل تاني. خلاص. الورد ده قدرتي تجيبيها تي، ما قدرتيش اي حاجه تاني بديل ليه، اوكي، يعني مش شرط نفس الحاجات دي. تمام. طب انا عندي هنا شويه حاجات كده زجاجيه، انا يمكن قلت عليها قبل كده، فانا لميت الحاجات الكبيره اللي ينفع اعمل عليها الشكل اللي انا عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الاستراس ده انا مش هلزقه كله كده، لا، انا هقطعه شرايط، يعني هقطع 2 2 2، وهبتدي اخلي نفس الشكل موحد. خلاص. هقصه وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي، انا قطعت الاستراس بتاعتي لشرايط، قسمتهم، يعني قلت كل شريطين كده بالطول هقطع شريط. تمام، زي ما انتوا شايفين اهي الشرايط كده. وهو فعلا لما بتركب على عبايات او حاجه زي كده مش بتحط القطع كامله، هما فعلا بيقصوه كده وبيحطوا على العبايات، على اسوره مثلا. انت لو عايزه، انا بقول لك فكره، لو عايزه تجيبيه وتغيري من شكل العبايه بتاعتك، تقدري تجيبيه وتحطيه على اسوره، تحطيه على صدر يعني القصه، الصدر بتاعت العبايه او كده، يعني تغيري شكل العبايه بتاعتك لو كانت سمراء وانت عايزه تغيريها مثلا يعني. طيب احنا هنا الفيديو ده هنستفيد منه ايه؟ هنستفيد منه اللي انت مش شرط اللي انت تجيبي تحف وانتيكات جديده لبيتك، لا، دي حاجات قديمه عندي وانا بجددها بشكل تاني. ما عجبتنيش اوكي هشيلها خلاص، عجبتني هسيبها برضو، وهبقى مبسوطه بالشكل بتاعها الجديد. اول حاجه هنعمل ايه؟ انت وذوقك بقى، يعني انت وحسب بقى ذوقك، عايزه تحطي حاجتك دي ازاي او فين او تجرنشيها ازاي. بصوا يا بنات، انا هنا جبت الغطا بتاع الازازه ديت. خلاص، عندي اهوت، جبته وهبتدي اعمل عليه شكل. ايه هو اللي انا خدت شريط وهلفه عليه بالطريقه ديت وهلزقه. خلاص، هي افكارنا بسيطه وسهله جدا وغير مكلفه. انا هنا كده يا حبايب قلبي لزقتها خلاص بالسيليكون او مسدس الشمع، ايا كان بقى تلزقيها. وممكن عادي لزق عادي، اوكي، بس الشمع كويس لان بيخليها تمسك جامد يعني. خلاص، ده الغطا كده. تمام. بقى شكله جميل، لان الاستراس الفضيات دي بتليق جدا، وخاصه لما يكون فيها لمعه عاليه كده بتليق جدا مع اي حاجه زجاجيه، بيبقى شكلها رائع يعني. يلا نشوف هنا هنعمل ايه. هجيب برضو الاستراس
والزقه هنا. هنا في نقرشه كده، وهنا في برضو، هنا مفيش، هنا في الجزء اللي فوق، يبقى هلزقها هنا اهوت في الجزء اللي فوق. هلزقها بمسدس الشمع وارجع لكم. كده حبايب قلبي خلاص عملتها، لزقتها بمسدس الشمع. في الاخر بقى نشوف ايه اللي انا هبتدي احطه، اشوف الاشكال اللي هتمشي معايا. هحط حجاره من ديت، من الحجارات ديت، السمراء دي ولا البيضه، هحط الورد، هحط ايه. في الاخر هظبط بقى الاشكال بحيث تتناسق مع بعضها. بس الحاجه اللي عندي الموحده، وهي اني هحط في كل الحاجات الزجاجيه ده عشان يبقوا طقم واحد الاستراس اللي انا بقول لكم عليه دوت. طيب هنا برضو الكاسه ديت هحط بيها برضو الاستراس دوت، بس مش هحطه على الحافه. خلاص، يعني ممكن ننزله شويه عن الحافه كده اهوت، وابتدي احطه، او ممكن على الحافه كويس برضو، كويس قوي، لان انا ما بحطش فيها اي حاجه، بحطها داخليه، يعني مفيش حاجه خارجه بره، يبقى نحطه على الحافه هنا احسن. خلاص، هلزقه برضو بمسدس الشمع وارجع لكم. كده حبايب قلبي حطيت برضو الاستراس بالطريقه ديت. انتوا هتلاحظوا في الاخر ان شاء الله، هنلاحظ اللي هم ايه ده بقوا طقم واحد او حاجه كده يعني شبه بعض. خلاص، هجيب الفاس بتاعتي برضو لاني هحطها معاهم، هحط الخمس قطع دولت مع بعض. هجيب برضو الاستراس بتاعي والفه كده هوت على الفاس بالطريقه دي. ماشي، نشوف. هنا خلصت الفاس برضو. هنا ده طبق فاكهة عندي، هو فيه زي الوانات كده، في ضي الوانات من الداخل، طبعا واضحة جدا. هو مش محتاج حقيقة حاجة، بس بما اني برضه هحطه معاهم في نفس المكان اللي هحطهم فيه، فانا جبت الاستراس هنا وقصيته بحيث يبقى شريطة رفيعة، وهبتدي الزقه على حافة الطبق بتاعي، هيبقى جميل جدا. خلاص كده يا حبايبي، خلاص انا لزقت الاستراس اهوت على الحروف. هو للاسف الاستراس ما كملش معايا، يعني هو خلص لانها هي كانت قطعه صغيره، يعني ربع متر، فهي يعني هي دي المسافه اللي اخدتها في الاستراس، ما فيش مشكله، بس برضو في نفس الوقت هي ماشيه مع الحاجات التانية. خلاص، هنشوف بقى هنكمل ازاي. وادي برضو عملت الايد بتاعت البومبونيرة بتاعتي بنفس الشكل. خلاص، طيب هنا لو عايزة توحدي برضو، احنا موحدين الشكل بالاستراس، اوكي. طيب انا ممكن كمان اوحد الشكل اكتر واكتر بالحجارة السمراء بتاعتي دي. خلاص، ممكن احط هنا مثلا على الزوايا هنا بتاعت الزجاجة اللي عندي، احط هنا برضو كام واحدة، وبرضو كده يبقى وحدت نفس الشكل بنفس الطريقة. هجيب مسدس الشمع والزق واوزعهم على القطع بتاعت الزجاجة. كده يا حبايب قلبي انا لزقت الحجارة بتاعت الزجاجة. في هنا عندي حاجة عشان تعرفوا برضو ان تجديد الحاجات بتاعتك بيفيد برضو، ولو عندك مشكلة تقدري تعالجيها انت بدال ما ترمي الحاجة ديت. هنا كان عندي الغطا دوت مكسور، يعني الزجاجة تقيلة فوقعت مني، اتكسر الزجاج بتاعها من الحافة هنا من الجنب. خلاص، فانا هنا حطيت الاستراس عليها، اوكي ماشي، هي مش باينة كده، ممكن من الجنب مش باينة، ولكن من فوق هنا باينة، فانا هحط عليها حجارة برضو سمرة من هنا، وهتبقى جميلة ان شاء الله في الشكل معاها ولايقة على الموضوع. كده يا بنات انا حطيت في الفازة هنا في شكل كده، شكل وردة زي اللوتس كده او حاجة كده. المهم حطيت في واحدة وسبت واحدة، حطيت في واحدة وسبت واحدة، وبالطريقة ديت يكون شكلها متناسق وجميل. ولو اتحطت جنب الزجاجة بصوا لايقين جدا مع بعض، شكلهم حلو. هنشوف هنعمل ايه هنشوف هنعمل ايه في الدورق دوت او الكاسة او كده، ونكمل مع بعض. حبايب قلبي تعالوا بقى نشوف هنزين حاجتنا ديت ازاي. خلاص، انا اسفه ان الالوان غامقه، فهي مش مبينه جمال الحاجه صراحه. ادي الازازه اهيت، انا حطيت فيها ميه ولون ازرق. خلاص، الوان ميه، الوان زيت، ايا كان الالوان اللي عندك.
طبعا بتكوني معرفة اولادك اللي ممنوع دي حد يمسكها نهائي. خلاص، هي للزينة فقط. تمام. انا حطيت المية وحطيت المية الزرقاء. خلاص، ببتدي بقى احط ايه؟ ببتدي احط الالوان اللي هي الخرزات اللي هي او الكريستالات الحمراء. خلاص، بحيث ان هي تبقى تحت في القاع بيبقى شكلها كويس. احط شويه كريستالات كده حمراء هتديني شكل كويس. عايزه اقول لكم حاجه يا بنات حلوه قوي. يعني انا دايما اللي بيشدني لقطعه الديكور لما تكون قطعه مبهمه. يعني ايه قطعه مبهمه؟ تحبي تبص لها بس مش عارفه هي ايه. فاهمين ازاي؟ يعني تحبي تبص لها وفي نفس الوقت انت مش عارفه هي ايه. خلاص. هقفلها بقى كده وانشفها من الميه اللي انا حطيتها، ونرجع نشوف باقي التحف بتاعتنا هنحط فيها ايه. خلاص حبايب قلبي، كده خلصنا القطعه دي. القطعه التانية وهي الكاسه بتاعتي هنحط فيها ايه دلوقتي؟ مش هنحط فيها الكريستالات، ولكن انا عندي هنا قلت فيه ورد احمر وفيه ورد ملون، الورد المجفف طبعا كلنا عارفينه. بدلق الورد المجفف هنا اهوت. حبايب قلبي معلش انا رجعت تاني الورد بتاعي المجفف، بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا انا بعملها لما باجي انضف الزجاجيات وارجع الورد تاني. دايما بصوا، انا دوت معطر جو، هو صراحه ممتاز جدا، انا دايما اجيبه. هما نوعين بجيبهم، رائحه العود والتاني رائحه البنفسج تقريبا، يعني الاتنين تحفه جمال جدا يعني. بجيبه كده واعطر الورد بتاعي وهو في العلبه. بستفاد بحاجتين من الموضوع دوت. ايه هما؟ اولا بستفاد ان ما ينفعش اغسل الورد ده، لاني لو غسلته ده متلون ورد مجفف حاطين عليه لون، الورد اللي هيطلع منه اللون هنا مش هيطلع منه اللون. خلاص، وفي نفس الوقت هيبقى ريحته جميله جدا ومعطره. خلاص اهو بالطريقه دي بقى هدلقه هنا في الكاسه بتاعتي بالطريقه ديت. بقت الكاسه عندي شكلها جميل وظريف والوانات حلوه مقبوله يعني. خلاص، هنشوف بقى هنعمل ايه في الفاز ونرجع تاني. هنا حبايب قلبي دي البونبونيره ديت مش هي دي اللي انا بقدم فيها الشوكولاته او بقدم فيها البونبون او كده، لا انا عندي بونبونيره تانية صراحه. دي مجرد بس بحطها كشكل كده، واحيانا كتير كنت بشيلها في النيش يعني، فانا قلت لا هجددها واحطها مع اخواتها كده اللي بنفس الشكل بتاعها، واحطها في نفس الركن اللي انا هحط فيه الحاجات دي. خلاص. الطبق جبته طبق الفاكهة برضو لما بقدم فاكهة او كده بحطه في طبق تاني خالص، طبق فاكهة بس صغير. مشكلة الطبق هنا اللي انا لما بحط فيه فاكهة صراحة بيجي هاموش والحاجات دي وكده، فبضطر اغطي الفاكهة، فانت لو غطيتيها برضو هي هتبوظ من الحر والكتمة وكده مش متهوية، فبالتالي يعني ما بينفعنيش في شيء مهم الا لو كنت هحط فيه فاكهة كتير وقتية وهنستعملها في وقتها، مش هسيبه يبات فيه يعني. خلاص، هنشوف بقى الفازة. الورد بتاعها هو اسمه فتافيت السكر، هاتي لو سمحتي. الورد بتاعها اسمه فتافيت السكر، ملون برضو بنفس الالوانات الازرق والاحمر والبرتقالي والحاجات ديت. ده اسمه فتافيت السكر. خلاص اهو، هو مفيش برتقال، هو احمر وبنفسجي وكده يعني. فتافيت السكر ليه؟ لان هو صراحة رائع، ومشكلته اللي ما ينفعش يتغسل، لان لو اتغسل هيبوظ للاسف يعني، لان في حتت مدورة كده، مدورات كتير مرزوقة فيها، فبيسموه فتافيت السكر. اللي هعمله هرشه برضو بالمعطر بتاعي. هو معطر على فكرة مش مية، انتوا لو تلاحظوا اللي هو لو اتحط بيعمل ايه، بيعمل لون ابيض كده يعني. بصوا اللون بتاعه عامل زي الابيض اللبن كده، مش لون ما فيهوش ميه كتير يعني. خلاص هرشه طبعا بعيد عشان حاجتي ما تتبهدلش مني، وهبتدي احطه في الفاز وهنشوف اشكال الحاجات اللي انا عملتها جميله مبهره ولذيذه وجددت منها يعني. انا متهيالي لو ماما واخواتي جم مش هيفتكروا دي الحاجات
الحاجات القديمة يعني اللي انا كانت عندي قبل كده. اي حد هيشوف الحاجات الجميلة دي هيتبسط. يلا بقى نكمل ونشوف الشكل الاخير. حبايب قلبي كده انا خلصت. جبت بقى عشان اوضح لكم الحاجات اللي انا عملتها، متهيألي كانتش واضحة خالص طول ما انا بعمل. ادي البونبونيرة وحطيت جواها الورد وريحته رائعة، وادي الزجاجة بتاعتي اللي جواها المية الزرقاء جميلة، وادي الكاسة، وادي الفاز اللي انا عملته برضو جميل وشكله رائع. لو الحاجات دي اتحطت كلها في ركن واحد هتبقى جميلة واكلة كلها من بعضها ومتناسقة جدا في الشكل بتاعها. انا حبيت اوريكم الحاجات اللي انا ممكن اغيرها واغير شكلها. ومرميش الحاجات بتاعتي حتى لو خلاص شكلها قدم عندي او ما بقتش محتاجاها او جددت مرمهاش، ممكن اجدد برضو من شكلها وهتديني